السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم النهاردة في فيديو جديد. عامل لكم حاجة حلوة قوي تنفعكم في الأيام دي، أيام السهر وقلة النوم والأجازات بقى وكده. إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكويت كده حلو. اقتصادي جدا جدا، مش هتحط فيه بيض، مش هتحط فيه لبن، مش هتحط فيه زبدة، يعني مكونات يعني بسيطة جدا موجودة في كل بيت، هتقدري تقومي تعمليه حالا. قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكي لو لسه هتشوفيني لأول مرة تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. وكمان لو عجبك الفيديو ده حطيلي لايك وتعليق حلو منك وقوليلي بتتابعيني منين، وقوليلي لو الطريقة دي جربتيها قبل كده ولا لا وعجبتك ولا لا. تمام تمام، يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده كنت طحنت كوباية وربع من السكر. عايزة تحطي اكتر حطي، بس انا هستعمل النهاردة اقل من كل دقيق، يعني الدقيق اللي انا حطيته كيلو وشلت منه كوباية. تمام، هو كيلو دقيق ليه كيلو ونص، قصدي ليه كوباية ونص سكر مطحون. بس انا عموما بحط اقل من كوباية ونص للكيلو. فالنهارده قلت حطيت يعني كيلو، الكوباية وربع حطيتها. بصراحة بالنسبة لي انا مسكر، لان انا بحب البسكوت ما يكونش فيه السكر ما يكونش واضح فيه. تمام، بس لو انت بتحبيه مسكر فتحطي من كوباية وربع لكوباية ونص. تمام تمام. حطيت كمان اللهم صل على النبي كوباية ونص من السمنة. شلت من النص معلقتين، وبصراحة انا كل اللي كانوا عندي كوباية ونص الا معلقتين، فحطيت المعلقتين دول زيت. وهو عموما لازم نحط معلقتين الزيت دول عشان يدوك القرمشة. تمام، لان احنا هنا مش مستعملين بيض، فلازم البسكوت يكون فيه شدة كده، ويكون يكون ناشف شوية، بيعض شوية، يعني بيقرمش، فاهميني؟ بيقرمش. المهم حطيت السمنه، حطيت السكر، حطيت كيس فانيليا طبعا يعني عشان يدي ريحه، بس احنا كده كده مش مستعملين بيض، مش عايزه تحطي براحتك. تمام، فضلت بقى اقلبهم شويه كده بالمضرب اليدوي خالص، ما استعملتش بقى لا مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجه من دي. بايدي كده يعني عملتهم شويه كده، ضربتهم شويه. بعد كده حطيت عليهم، المفروض كنت احط عليهم كوبايه او كوبايه الا ربع من الماده السائله. انا استعملت هنا الفروتي البرتقال، لانه بيدي طعم حلو قوي يا بنات قوي. ممكن تعملي عصير برتقال، بس انا بحط الفروتي ده. بعمل بسكويت وبعمل بيه الكيكه، بيطلع تحفه. الطعم بتاع البرتقال بيبقى طاغي قوي، فاهميني؟ فانا بحبه عشان كده. فالمهم انا حطيت الدقيق الاول وبعدين حطيت عليه البيكنج باودر، وما خدتش بالي ان انا ما حطيتش الفروتي، فبعدين حطيت كوبايه الفروتي وقلبت جامد. المفروض ان انا هعمله بالكيس، لو انت هتعمليه بالمكنه المفروض ان هي العجينه تكون ماسكه نفسها شويه عن كده. تمام، فالمهم انا هعمله بالكيس الحزين بتاعي ده. الكيس ده والله يا بنات انا ماليه حظ فيه، كل ما اجيب يعني كيس حلواني ما يكونش ليا حظ فيه. المهم انا جبت ده رمضان اللي فات، يعني ما بقالوش كتير، استعملته مره واحده بس في رمضان. اول ما جيت احط فيه العجينه بتاع البسكويت راح مفرقع. تمام، المهم عملت ايه بقى؟ كملت البسكويت على المكنه بتاع سلفتي، وعملت البيتيفور بالقمع بتاعه، يعني ال ال القمع بتاعه الصغير ده، عملت بالبيتيفور. المهم النهارده انا خيطته بقى على ايدي كده، وقلت هشوف هينفع ولا لا. المهم غلبني وعذبني برضو، ما عدتش هكررها تاني ان شاء الله. لما اجي اعمل بقى هعمل يا اما اجيب مكنه سلفتي، يا اما ربنا يكرمني واجيب مكنه ليا. يعني عموما انا ما بعملش البسكوت كتير، انا بعمله مثلا كل عيد. لو عملته في نص السنه كده، يعني في الصيف او في الشتاء يعني بتبقى مش كتير. بس انا النهارده يعني قلت اعمله لان نفسي ريحانه، وكمان الولاد بيبقوا عايزين سهرانين بالليل، ما بيناموش غير الساعه 3 بالليل او 4 كمان، وبيبقوا عايزين بقى ياكلوا حاجات خفيفه كده، حاجات تسالي. قلت اعمل لهم البسكويت ده. طبعا انا عملته عذبني بقى، فعملته وبدات ان انا اظبط كده بظهر السكينه المعوجه اللي مش مظبوطه وبعملها. تمام، كنت مولعه الفرن ومهدياه خالص، وحطيت الصواني. بعد كده لما من تحت احمرت فتحت الشوايه، اخدت لون خفيف زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بسيبه يبرد خالص، وبعدين بطلعه من الصينيه عشان يبقى ناشف وما يتكسرش مني.
سيبه بقى يبرد شويه خالص، وبعد كده بحطه في علبه فيها كيس برضو علشان لو دخله هوا بيطرى. ف الكميه دي ما شاء الله من اقل من كيلو دقيق، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طعمه سكر، طعمه حلو قوي قوي، العيال بيبقوا فرحانين بيه. وكمان ده ينفع للفطار جدا، يعني بدل ما تقعدوا تحتاروا على الفطار والعيال مثلا ولادنا بيزهقوا من البيض والجبن والحاجات دي، فالبسكوت ده حلو قوي قوي. عايزه بقى تتسلي وانت قاعده كده في العصر، كوبايه شاي وبسكويت حلو قوي برضو. بالليل في السهره حلو. بص هو حلو في كل الأوقات، في كل الاوقات، واقتصادي وخفيف وكل حاجه. يلا بقى اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.